ازيكم عاملين ايه؟ معاكم سام. جاني السؤال ده وبصراحة اتسألته كذا مرة، خصوصا للناس بقى اللي جاية خلاص امريكا وفازت في الهجرة، فعايزين يعرفوا يجيبوا ايه معاهم وهم جايين امريكا. كذا حد سألني السؤال ده، سواء من ورق، سواء من حاجات تجهيزات، ادوات كهربائية، ادوات منزلية. كل الحاجات دي هنتكلم فيها مع بعض بالتفصيل. اولا الف الف مبروك لكل الناس اللي جات لها الهجرة وفرحوني. ناس كتير بعتولي في المسجات ان هم جات لهم الهجرة، فالف مبروك ليكو. وجود لك للناس اللي ما جالهاش، يعني حظ سعيد بقى. المرة الجاية ان شاء الله لو ربنا رايد لكم تكونوا في مصر هتكونوا، رايد لكم تكونوا في امريكا هتكونوا، في اي بلد تانية على حسب ما ربنا رايد لكل واحد هيديله اللي هو عايزه ومخططه ليه لحياته. فربنا يدبر لكم يا رب حياتكم سواء هنا او في مصر. تعالوا كده نتكلم، عشان في ناس سألتني على الأجهزة الكهربائية. الأجهزة الكهربائية ما بتشتغلش هنا لأن الوات هنا أعلى أو أقل في الغالب من مصر. مش عارفة المعادلة ماشية ازاي، بس الكهرباء هنا مختلفة عن مصر، فأي حاجة هتجيبوها معاكم مش هتنفع هنا. في كذا مكان هنا تقدروا تشتروا منه فرنتشر، كذا حد سألني في كذا مكان، ممكن انزل لكم الصور بتاعتهم. لو عايزين حاجة يوزد مستعملة، في برضو كذا مكان زي جود ويل، زي مثلا المحل اللي هو اللي اسمه سيرفست. في كذا مكان تقدروا تجيبوا منه، دي حاجات يوزد ممكن تجيبوا من على الماركت بليس. في كذا حاجة تقدروا تعملوها، دي لو عايزين تجيبوا فرنتشر. بالنسبة بقى تجيبوا ايه بقى وانتوا جايين معاكم من مصر، اهم حاجة تقدروا تجيبوها هاتوا الادوية. عايزين تجيبوا ادوية هاتوا ادوية انفلونزا. لو عندكم مرض مزمن زي السكر زي الضغط زي الحاجات اللي زي كده هاتوا الادوية بتاعتها معاكم، لان الحاجات دي مش هتقدروا توفروها اول ما تيجوا، لحد بس مؤقتا ما الورق بتاعكم يخلص وتبدأوا مثلا تقدموا على انشورنس اللي هو التأمين، وتقدروا تتابعوا مع دكتور يكتب لكم حاجة بديلة للأمراض بتاعتكم هنا. تقدروا تجيبوا دواء للحساسية، يعني أي أدوية انتوا بتستخدموها أو هتستخدموها، مثلا حاجات للفلونزا، حاجات للكحة، حاجات زي كده تقدروا تجيبوها معاكم من مصر. الأدوية دي بالذات احنا بندور عليها كتير هنا. حاجة كمان تقدروا تجيبوها معاكم التوابل، هي موجودة ومتوفرة هنا، بس انتوا مبدئيا عشان لسه جايين من مصر جديد، ففي حاجات كتير مش هتقدروا تشتروها او مش هتعرفوا مكانها. بس كمان للتوفير، لو انتوا عندكم الحاجات دي اصلا وعندكم مكان في الشنط هاتوا، يعني ليه لا؟ بدل ما تشتروا من هنا بأسعار غالية والحاجات دي موجودة اوريدي عندكم، هاتوها معاكم، هاتوا التوابل معاكم، هاتوا وكمان عندكم شنط كتير، هاتوا التوابل، هاتوا ادوات منزلية زي مثلا الحلل، اطقم حلل مثلا. لو عندكم طقم حلو كده ومستخسرين تسيبوه هاتوه معاكم، لان هنا مش من الصعب تلاقوا حاجة نظيفة وسعرها كويس. هتلاقوا حاجات نظيفة بس سعرها غالي. دي حاجة تبقى صعبة على اللي جاي جديد ان هو يبدأ بقى يشتري ويفرش ويعمل في اساسيات وحاجات كتير. انتوا لازم تبدأوا بيها اول ما تيجوا هنا في امريكا. اول ما تيجوا لازم تشوفوا شغل الاول، تشوفوا السكن اللي هتسكنوا فيه. مصروفات كتير انتوا هتبقى عليكم، مش قادرين بقى تقعدوا تصرفوا هنا وهنا وتجيبوا مثلا حلل، تجيبوا اطباق، تجيبوا بتاع. فالحاجات دي مادام موجودة عندكم هاتوها معاكم. هاتوا مثلا ادوات منزلية، هاتوا لبس، لو انتوا عندكم لبس كتير هاتوا عادي. بس لبس الشتاء لو على بقى على حسب الولاية اللي انتوا رايحينها. يعني احنا هنا في تكساس الشتاء كويسة، مش بنحتاج اللي هي الحاجات التقيلة قوي. يعني لبس هاتوا ادوات منزلية، هاتوا ادوية زي ما بقول لكم. واهم حاجة بقى الاوراق بتاعتكم، شهادات العيال عشان تقدموا على المدارس اول ما تيجوا. انتوا برضو الشهادات بتاعتكم لو عايزين تقدموا على حاجة تعملوا معادلة، الاوراق دي برضو بتكون مهمة جدا. طبعا بالنسبة للستات بقى، لو في ميك اب، في حاجات للشعر بتستخدموها مهمة هاتوها معاكم. يعني دي اهم الحاجات اللي انا بقول لكم عليها تجيبوها معاكم، علشان لما تيجوا هنا ما تحتاجوش ان انتوا تشتروا حاجات في البداية، لان برضو زي ما بقول لكم البداية هتكون صعبة شوية، عقبال ما تلاقوا شغل، عقبال ما تلاقوا سكن، عقبال ما تظبطوا الدنيا بتاعتكم والمصروفات بتاعتكم، هتبقوا محتاجين حاجات كتير. فبالنسبة للحاجات اللي ما بتبوظش زي الادوات المنزلية، مش هتبوظ منكم في الطيارة، يعني مش اكل. لو عايزين عندكم معلبات اي حاجة هاتوها عادي معاكم، مش مشكلة. ولما تيجوا هنا وتستقروا تبدأوا انتوا تجيبوا دي، خاصة لو انتوا ما عندكوش حد هنا. لكن لو عندكوا حد هنا، احنا بصراحة في الغربة ما بنسيبش بعضينا خالص.
ده اللي انا شفته يعني. بنزور بعضينا لما حد بيجي جديد، بنزور بعضينا، بنودي زيارة، بنقف معاهم برضو في بداية الناس ما بتيجي. فان شاء الله يعني هتلاقوا ناس كده كويسين يقفوا معاكوا لما تيجوا، وربنا يوقف لكم ولاد الحلال اللي يقفوا معاكوا، سواء مثلا في تنقلات او في اوراق عايزين تعملوها اول ما تيجوا، او في مثلا سكن. ان شاء الله ربنا هيدبر لكم مادام جيتوا وربنا دبر لكم ان انتوا تيجوا امريكا، اكيد هيدبر لكم كل الخطوات. فما تقلقوش من اي حاجة خالص، ربنا هيدبر لكم كل خطواتكم. وانا لو افتكرت اي حاجة تانية هكتبها لكم في الكومنتات، ولو اي حد افتكر حاجة بعد ما يسمع الفيديو ممكن يكتب لكم برضو في الكومنتات ايه الحاجات اللي تجيبوها معاكم. اهم حاجة هقول لكم عليها برضو، ما تجيبوش ملايات معاكم، ملايات السرير والحاجات دي، لان هنا الملايات بتكون بالاستيك، دي بتكون متوفرة هنا، لو متوفرة عندكم في مصر هاتوها معاكم. بس برضو مقاسات المراتب بتكون مختلفة، هتفوت وش، هتفوت ايدين، الحاجات اللي هي الاستعمال الشخصي او استعمال البيت، لحد بقى ما تعرفوا الدنيا ماشية ازاي وتعرفوا تجيبوا ده منين وده منين. هاتوا الحاجات اللي تقدروا تستخدموها، وربنا يوفق الجميع يا رب.